بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحب أرحب بكم في قناة وصفات ستات. أتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير وبأفضل حال. فيديو النهاردة عن توقعات برج العذراء لشهر مايو أيار 2019. أتمنى يكون شهر سعيد عليكم. بس قبل ما أبدأ الفيديو ياريت ما تنسوناش باللايك وكمان الشير لأصحابكم والسبسكرايب للناس اللي بتشوفنا لأول مرة. عزيزي العذراء، توقع التغيير القادم على عدة أصعدة مختلفة في حياتك، فيحمل إليك هذا الشهر بداية الأفراح والمفاجآت، منها المنتظر ومنها غير المنتظر ولا المتوقع، بحيث أن السلبيات ستصبح ذكرى من الماضي، وذلك بعد مرور الأسبوع الأول من الشهر. فهذا الشهر يخبئ لك كثيرا من الأشياء الجديدة والأجواء، سواء كان على الصعيد الاجتماعي أو العاطفي. فتأثيرات الكواكب تطالك بشكل مباشر وإيجابي، وتطلب منك عدم التدخل أو حتى التفكير في شؤون الآخرين، والاهتمام بشؤونك أنت، والنظر إلى المستقبل والتخطيط له باستراتيجية جديدة ومبتكرة. فأنت الآن يا عزيزي العذراء عملي وعقلاني، وحساباتك دقيقة، فلا تتأثر بآراء الآخرين، واتبع حدسك وإحساسك الداخلي، وهو كفيل بأن يدلك على الطرق الصحيحة وتجنب الأخطاء والأخطار. فأنت قادر في هذا الشهر على اتخاذ قرارات سريعة وفي الوقت المناسب لها، وعلى رمي سهامك على الهدف بطرق مباشرة وغير مباشرة. فأنت الآن ستحقق الكثير، وهناك مكافآت من الكواكب على إنجازاتك في الشهور الماضية. فتغير مواقع الكواكب في هذا الشهر تجعل حياتك تتبدل وتتغير على نحو كبير وواسع من حيث الظروف والأجواء الملائمة، والتي تبرز وتظهر فيها فرص قد تأخذك إلى أكثر مما كنت تحلم به وتتخيله. ولكن هذا لن يتم وأنت ثابت في مكانك، بل يحتاج منك السعي والتفكير وعدم المماطلة والتكاسل، لأن الفرص التي ستأتي تحتاج منك إلى عقلية متفتحة وجاهزة لاقتناصها وحتى التقرب منها، بحيث أنها لو تأخرت قليلا ستكون قد اقتربت منها وستصل إليها في القريب، وهذا أفضل بكثير من أن تختفي وتذهب قبل أن تصل إليها. وتطلب منك الكواكب أيضا عدم تبذير الأموال في غير محلها، فهناك بعض الفرص التي تحتاج إلى بعض الأموال للحصول عليها، فأقصد في مصاريفك واعتدل بين مدخولك من عملك ومصاريفك الشخصية، وادخر جزء من مدخولك لأنك ستحتاجه ليس في هذا الشهر فقط، ولكن على مدى الفترات والأشهر المقبلة. وتحذرك الكواكب من شخص في محيطك ممكن أن يقنعك بمشروع يجلب إليك المزيد من الأرباح، ولكنه في الحقيقة ممكن أن يخسرك الكثير ماديا ونفسيا، فاحذر من هذا جيدا، ولكن كن على أتم الاستعداد لأخذ الحذر من الأشخاص الذين يستغلونك، لأنك صاحب قيم ومبادئ معروفة لدى الآخرين، وتكون هذه نقطة الضعف التي يدخلون منها إليك. فانتبه وخذ حذرك كما تقول لك الكواكب، ولكن بدون سوء الظن من المقربين أو المحيطين بك. وتطلب منك الكواكب أن تكون هادئا، ولا تجعل أحدا يستفزك ويعكر مزاجك ونفسيتك بسبب انتقادهم في آرائك وطريقة تفكيرك وتصرفاتك، فدعهم وشأنهم، وكن قويا صلبا، لا تؤثر فيك هذه الانتقادات، وأنت أكثر الناس انتقادا للأشياء والأشخاص والظروف والأجواء. فتراجع يا عزيزي، وهذه نصيحة الكواكب المهمة في هذا الشهر وأيضا على مدى الفترات المقبلة، لأنك لو غيرت طريقة تفكيرك وتصرفاتك ستأخذ حياتك منحنى مختلف وتطور نوعي، أنت من سيحس به ويلمسه، وأنت حر يا صديقي فيما تقرره وتتخذه. عاطفيا تتحدث الكواكب عن تغيرات جوهرية ستحدث، وخصوصا في النصف الثاني من الشهر،
حيث أن العازب سيترك علاقة عاطفية قديمة سببت له الكثير من الألم، ويبدأ من جديد في علاقة تغير من وجهة نظره تجاه الحياة العاطفية، وذلك إذا كان على علاقة عاطفية قديمة. أما إذا كان لا يرتبط، فبعض المواليد قد خاض تجارب ماضية كثيرة تعلم منها الكثير، والآن سيفكر بطريقة أكثر عقلانية في اختيار الشريك بدلا من الاختيارات العشوائية الماضية التي تعتمد على الإحساس المرهف الذي يتمتع به مولود العذراء. فبدلا من أن يختار بقلبه وأحاسيسه سيختار بعقله قبل قلبه، لأنه يدرك الآن خطورة الأحاسيس السلبية التي تنجم عن هذه الاختيارات الخاطئة، وستعمل الكواكب على تطوير فكره اتجاه هذا الجانب. أما بالنسبة للمتزوج فسيرى أن الأجواء أعيد ترتيب نفسها من تلقاء نفسها ليطل على فترة يتعلم فيها الكثير من الأشياء التي ستساعده حتما على الاستقرار مع عائلته، ويتجنب فيها بعض الاتهامات والانتقادات التي يوجهها لأفراد أسرته على الأخص ولأفراد عائلته بالعموم، حيث ستلفت نظره الكواكب لعدة أمور كانت غائبة عنه في الماضي تجاه حكمه على الأشياء والأشخاص، وهذا سيؤدي إلى انفتاح كبير لمولود العذراء في هذا الشهر الغير مألوف بالنسبة إليه. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاع النهاردة من توقعات برج العذراء لشهر مايو أيار 2019. أتمنى يكون شهر سعيد جميل، وما تنسوناش باللايك وكمان الشير لأصحابكم والسبسكرايب للناس اللي بتشوفنا لأول مرة، وأشوفكم في فيديو جديد على خير من وصفات ستات، والسلام عليكم ورحمة الله.